ان انت تقف قدام المراية لفترات طويلة ده في حد ذاته خطر. تخيل بقى ان انت تطفي الانوار كلها وتقف قدام المراية على ضوء الشموع وتنادي على واحدة باسمها وتقول لها ان انا اللي قتلت طفلة. في الحالة دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما ما بيحصلش اي رد فعل، يا اما الشخص اللي عمل كده حياته بتنتهي في ساعتها. والقصة اللي هنحكيها النهاردة عن اسطورة اسمها بلادي ميري او معناها مارد دموية، واحدة من اشهر الاساطير بتاعة الاشباح اللي مربوطة بالمراية. وده لان طريقة تحضيرها بتكون سهلة جدا ومش محتاجة ان انت تكون متعمق في السحر او بتفهم فيه اصلا. اللي شهر الاسطورة دي اكتر ان في ناس طلعت حكت اللي حصل معاها والاذى اللي حصل لهم بسبب تجربتهم للموضوع ده. وانا عاوز اقول لك ان في ناس فعلا ماتت بسبب تجربتها للموضوع ده. ونصيحة مني لكل اللي بيشوفني محدش يجرب الموضوع ده علشان الموضوع ده خطر ومفهوش هزار.